صباح الخير أو مساء الخير على أحلى مشاهدين ومتابعين قناة قصص مع يوكا. أهلا بيكم في قصة جديدة هنتعرف فيها على حكاية سلمى، وإزاي القدر حطها في أصعب اختبار بعد ما تعرضت لأكبر عملية نصب، واكتشفت من خلالها حقيقة أقرب الناس ليها واللي كان السبب في ألمها ووجعها واستغلالها، أسوأ استغلال علشان الفلوس. ما تنسوش لو عجبتكم القصة تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الحكايات في وقتها. أنا اسمي سلمى، عندي 25 سنة، بنت ملتزمة ومنقبة ومن عيلة غنية جدا. خلصت كلية تجارة انجليش واشتغلت موظفة إدارية في بنك مرموق. كانت حياتي عادية وطبيعية جدا لحد ما فجأة كل شيء انتهى وحياتي أصبحت كابوس كبير بعد ما اكتشفت حقيقة أقرب الناس ليا. وقصتي بتبدأ في يوم كنت ماشية في الشارع رايحة شغلي، وقفني واحد معرفوش وطلب مني أغرب طلب وقال: لو سمحتي يا أنسة، ارفعي النقاب ده حالا، عاوز أشوف وشك وأتأكد من شخصيتك، انتي ولا واحدة تانية. نقاب ايه اللي ارفعه؟ انت شكلك مجنون او شارب حاجة. انت مين اصلا؟ ومين سمحلك تعترض طريقي وتكلمني بالبجاحة دي؟ انا بكلمك بكل ذوق واحترام، لو سمحتي ارفعي النقاب ده عشان اشوف وشك واتأكد من هويتك. ملوش لازمة الصوت العالي ده. هو تقريبا فعلا انت شارب حاجة. ممكن اعرف انت مين عشان تطلب مني طلب زي ده؟ هو انت ما تعرفش ان انا منقبة وما ينفعش حد يشوفني اصلا؟ أنا ضابط بوليس من أمن الدولة، وحضرتك مشتبه فيكي لأن هدومك وهيئتك شبه المتهمة اللي نفذت جريمة السرقة، ولازم نشوفك عشان نتأكد من هويتك. بس أنا مش مجرمة ولا ليا دخل باللي حضرتك بتقوله ده، ودي بطاقتي الشخصية وتقدر تتأكد من هويتي. تمام، طالما حضرتك مصممة ما ترفعيش النقاب، يبقى تتفضلي معايا على الاسم، وهناك هيتم التعرف على هويتك ونتأكد إن أوراقك سليمة. تاخدني على الاسم؟ بتهمة ايه؟ انا ما عملتش حاجة. حضرتك مشتبه فيكي ولازم تيجي معايا. طالما مش عاوزة ترفعي النقاب هنا، يبقى تيجي معايا الاسم وترفعيه واتأكد انك مش المشتبه فيكي. خلاص خلاص، انا هرفع النقاب هنا وتأكد حضرتك من اللي انت عايزه، لكن انا ما اقدرش اروح الاسم وسط المجرمين والحرامية. وفعلا رفعت النقاب، والشخص ده شاف وشي بعد ما اقنعني ان هو ضابط بوليس وإن مشتبه فيا. وبعد ما شاف وشي قال: تمام، زي القمر، قصدي لا لا، انتي واحدة تانية خالص غير اللي بندور عليها. اتفضلي كملي طريقك زي ما انتي. وبعدها بنص ساعة وصلت شغلي متأخر، وهناك لقيت المدير طلبني في مكتبه وبيقولي: أستاذة سلمى، في شخص جه هنا وقال إنه ضابط بوليس وطلب عنوانك، وأنا للأسف اديتهوله لأني اتوترت جدا واتلخبطت. هو في ايه يا سلمى؟ مين ده وعايز منك ايه؟ ابدا يا فندم، ده واحد مجنون وقفني الصبح وقال لي نفس الكلام ده وارفعي النقاب لانه مشتبه فيكي، وانا رفضت بس قال لي هاخدك على الاسم. بصراحة خفت فرفعته، وشافني وتأكد ان انا مش نفس الشخص. هو كلام غريب جدا ولا يصدر عن ضابط، خصوصا انه غير قانوني. وجريمة ايه دي اللي هو بيتكلم عنها؟ بصراحة الموضوع ده يقلق جدا. خدي بالك من نفسك يا سلمى. رجعت على مكتبي وأنا بفكر في كلام مديري في الشغل، وبدأت فعلا أقلق جدا، ويا ترى مين الشخص ده وعايز مني إيه؟ وفجأة تليفوني رن، وكان رقم بابا. ألو، ازيك يا سلمى يا بنتي؟ عاملة ايه؟ وصلت الشغل ولا لسه في الطريق؟ طمنيني عليك يا بنتي. أنا تمام يا بابا، وصلت الشغل خلاص. في ايه يا بابا؟ مال صوتك وايه القلق المفاجئ ده؟ مش عارف يا بنتي، انا مش مطمن. في واحد كلمني من حوالي ساعة كده وقال لي انه ضابط بوليس وشافك واعجب بيكي وعاوز يتقدملك، وانا مستغرب قوي، هو شافك فين ده؟ خصوصا انك منقبة. انت متأكد يا بابا انه قالك انه ضابط بوليس وعاوز يتقدملي كمان وانه شاف وشي؟ ايوه يا سلمى متأكد، امال انا بكلمك ليه؟ عموما انا مستنيكي على الغدا،
عشان نتكلم في الموضوع ده، وكمان والدتك تبقى موجودة، لأن أنا مش فاهم أي حاجة خالص. وقفلت مع بابا، وبعدها حسيت إني في ذهول، مش عارفة الشخص ده عاوز مني إيه، وهو في حد بيتجوز بالطريقة دي؟ وأنا قاعدة بفكر، لقيت صديقتي دعاء بتقولي: سلمى، إيه يا بنتي انتي روحتي فين؟ بقالك ساعة مش معانا خالص وسرحانة جدا، وقعدتي عند المدير وقت طويل، في إيه يا بنتي مالك كده؟ حكيت لدعاء كل اللي حصل، ردت عليا وقالت: معقولة كل ده حصل النهاردة وفي خلال ساعتين؟ بس ده أكيد نصبايا كبيرة بتتعمل عليكي، خدي بالك يا سلمى، محدش بيتجوز بالطريقة دي أبدا، ولا بيحور بالشكل ده عشان يشوف وشك. كان ممكن يدخل البيت من بابه ويشوفك في بيتك ووسط أهلك، مش يخليكي تكشفي النقاب في الشارع وكل الناس تشوف وشك. تفتكري لو هو حد نصاب وبيعمل كل ده عشان ينصب عليا، بس ليه يختارني أنا بالذات؟ ويعرفني منين؟ وإزاي وصل لمكان شغلي؟ ده فعلا لغز كبير جدا، خصوصا إنك بنت جد قوي وملتزمة ومنقبة وأخلاقك ما شاء الله عليها. ليه صحيح يختارك انتي بالتحديد؟ تفتكري يا دعاء أعمل إيه وأتصرف إزاي؟ أنا مرعوبة وخايفة، خاصة إن المدير حذرني من الشاب ده وقال لي إن الموضوع ده خطر عليا. لازم تروحي القسم وتبلغي عن كل اللي حصل، وتعملي محضر عدم تعدي، وتتأكدي أصلا هو الشخص ده مين. هعمل محضر عدم تعدي في ضابط شرطة؟ تفتكري ده أصلا ينفع يا بنتي؟ على رأي المثل، انت جاي تبيعي المية في حارة السقايين؟ سلمى، انتي غلبانة قوي، ومين قالك أصلا إنه ضابط شرطة؟ ما يمكن واحد نصاب ومنتحل شخصية ضابط، وعامل كل الحوار ده عشان ينصب على عمي الحاج. انتي ناسية إنه أكبر تاجر قماش في البلد كلها؟ كلامك ده خطير يا دعاء، ورعبني أكتر، إنه ممكن كمان ما يطلعش ضابط أصلا. لازم عمي الحاج يسأل عنه كويس قوي، خصوصا إنه داخل بيتكم بحجة الجواز. ويا عالم الشخص ده وراه إيه يا سلمى. خلصت الشغل وروحت البيت، لقيت بابا قاعد مستنيني وبيقول: الحمد لله على السلامة يا بنتي، عملتي ايه في الشغل النهاردة؟ الحمد لله يا بابا، أنا كويسة وبخير والشغل تمام. اقعدي يا سلمى، أنا عاوز أكلمك في موضوع مهم قوي، وعاوزك تحكيلي عن كل اللي حصل مع الضابط ده وإزاي شاف وشك. حكيت لبابا كل اللي حصل، رد في ذهول وقالي: ده مش أسلوب ضابط أبدا، ولا طريقة شخص عاوز يتجوز، ده واحد نصاب جاي ينصب علينا بس. ازاي جاب رقمي وعرف شغلك ومواعيدك وكل حاجة عننا؟ ده كأنه عايش معانا. بابا، هو انت ليك اي اعداء او في حد مترصدك انت او ماما؟ ابدا يا بنتي، احنا ناس طول عمرنا في حالنا، وسمعتنا زي الجنيه الدهب، وابوكي تاجر معروف والناس كلها بتحبه. عامة الواد ده جاي هو واهله الساعة 7 النهاردة عشان يتقدموا، هشوف ميتهم ايه واعرف الناس دول مين وعاوزين مننا ايه بالظبط. يا لهوي، يا راجل انت هتدخلهم البيت لحسن يطلع حرامي ويشممنا حاجة وياخد اللي حيلتنا. لا، الناس دي ما تدخلش بيتنا ابدا. يا ولية انت مخك ضرب ولا ايه؟ شايفاني اديته البيت ولا وافقت؟ ده واحد متقدم، اعمل ايه يعني؟ اقوله ما تجيش؟ واحنا كل ده ما نعرفش اي حاجة عنه ومش متأكدين هو نصاب ولا ظابط فعلا. وليه نغامر يا بابا وندخله البيت؟ بصراحة بقى أنا خايفة منه قوي، وحاسة إنه نصاب ووراه مصيبة كبيرة، وإنت نفسك لسه قايل كده، دي مش طريقة ظابط. يا غبي، قلتلك تحاول تتعرف عليها وتاكل بعقلها حلاوة، مش تخضها في الشارع وتقولها إنك ظابط ومشتبه فيها. أديها كرهتك يا أخويا، ومش عاوزة تقابلك بالليل يا غبي. الله، أعمل إيه يعني؟ ما هي جد أوي وملهاش دخلة تانية غير كده. حاولت أتعرف عليها في أي مكان بعيد، ما بتخرجش لوحدها من البيت للبنك ومن البنك للبيت. أعمل فيك إيه دلوقتي؟ أمك طفحت عليك غباء وفقر، جاتكم خيبة انتم الاتنين.
عاوز أولع فيكم وأخلص منكم، كانت جوازة مهببة. طب وإيه العمل؟ هنعمل إيه في الحوار ده؟ الحكاية بدأت تتعقرب وتتعقد، والبت معصلجة وشكلها كده هترفضني. عندها حق يا أخي، إذا كنت أنا أبوك ومش طايقك ولا طايق أمك البومة، وش الفقر اللي بالتني بيك عيل غبي. والله بقى يابا، انت كل ما تكلمني تشتمني وتهزقني. هو انا مش ابنك ولا ايه المعاملة دي؟ خلفة الشوم والفقر يا اخويا. بقى حتة بنت زي دي مش عارف توقعها وتضحك عليها عشان تعجبها وتوافق عليك؟ شكلك خايب، مش طالع زي ابوك. طب اديني فرصة بس وانا هصلح كل حاجة، وهوصل لها وهتشوف. بكرة تبقى مراتي وفي بيتي كمان، ونسحب منهم كل حاجة. ايه يا ولا بتعمل ايه كده؟ قاعد بقالك ساعة في اوضتك، ولا خرجت ولا طلبت اكل زي عادتك، مع انك طول النهار عمال تحشر زي البغل. ايه يا اما في ايه؟ الملاف السعد مالك كده شد حيلك عليا انت وابويا، زي ما يكون مش ابنك وعمالين تهزقوا فيا. اهو التهزيق ده اللي جايبني الارض. اسكت، مش عايز اسمع سيرته ولا اعرف حاجة عنه. طول عمره بيحبها هي وبنتها وقاعد عندها، واكل شارب نايم زي طور لهي في برسيمه، ورمينا هنا في الفقر والحوجة. راجل عرة. استني بس يوم عليا اوقع البت دي واتجوزها، وناخد اللي حيلتها هي وامها، وساعتها هعوضك عن سنين الشقا والغلب، ونلعب بالفلوس لعب، وكل المحلات دي هتبقى بتاعتي. والله انا عارفة ابوك ده مش هيرتاح غير لما يسجنك ويخرب بيتك. بقى يا واد البت القمر دي هترضى بيك يا موكوس؟ ده انت شبه الزومبي، ومعاك يا دوب دبلون، وهي متعلمة وبتتكلم انجليزي، وشغالة في بنك كله فلوس. ابوك ده شكله كبر وخرف وهيودينا في داهية ويسجننا، وامها ست قوية وناصحة، تفتكر هتوافق عليك يا بغل انت؟ ولما هي ناصحة كده زي ما انت ما بتقولي، ما عرفتش ازاي ان ابويا متجوز وعنده شحط زي دي ولية على قدها هي وبنتها، بكرة يقعوا في الشبكة ونقزقزهم. عشان ابوك نصاب كبير، مش زيك اهبل، وعرف يضحك عليها من 20 سنة ويتجوزها، وياخد الهلومة دي كلها، ويخلي المحروسة بنتها تقوله يا بابا، وساعات يا بابي. أما في بيت سلمى، يلا يا سلمى يا بنتي حضري نفسك عشان الناس جايين بالليل يقعدوا معانا ويشوفوكي. بصراحة يا بابا أنا قلقانة جدا من الشخص ده، وحاسة إنه مش شكل ظابط أبدا، ولا لبسه ولا طريقته، ده حتى ما بيعرفش يتكلم. ده أهبل يا بابا. يا بنتي ما تحكميش على الناس من المظاهر، ما يمكن نطلع ظالمينه ويطلع فعلا ظابط. أنا لسه هسأل عليه في الداخلية عشان أتأكد من ورقه، وانتي لسه هتشوفيه وتقعدي معاه. وبعد ساعتين رن جرس الباب، وقام أبو سلمى يفتح الباب. أهلا أهلا، اتفضلوا، شرفتونا وأنستونا. يا أم سلمى تعالي سلمي على الناس. أهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. وانت بقى يا حبيبي بتشتغل ايه واسمك ايه؟ صحيح معلش، يعني اصل معرفش عنكم اي حاجة خالص. انا اسمي عادل يا حاجة، وشغال ضابط، وعندي 28 سنة وجاهز من مجاميعه الحمد لله. ودي الست والدتي جاية معايا تخطبلي. يا ابني، امال فين ابوك؟ ما جاش معاك ليه؟ ابويا الله يرحمه بقى متوفي من 20 سنة. وأمي هي اللي ربتني وعلمتني وصرفت عليا دم قلبها لحد ما بقيت ظابط قد الدنيا. أمال فين يا أختي عروستنا الحلوة؟ مالها كده تقلانة علينا؟ ما جاتش يعني تسلم؟ عاوزين نشوفها. ده عادل ابني ما بطلش كلام عليها ولا ليل ولا نهار. سلمى سلمى، شكله واقع بقى. يا سلمى، انتي يا سلمى تعالي يا بنتي. مساء الخير، اتفضلوا العصير. سلمى قعدت مع العريس وامه زي ما ابوها طلب منها، وطول القعدة كانت محرجة جدا، ومش عارفة تقول ايه ولا تتعامل مع عادل،
اللي بالنسبة لها شخص مريب وغريب جدا. نظراته وتصرفاته وأسلوبه، كل شيء فيه كان مريب حرفيا. ايه رأيك يا بنتي في العريس؟ انا ارتحت له جدا، هو وامه ناس محترمين قوي. شكلنا يا بنتي ظلمناه. عامة انا هكلف حد معرفة امين شرطة يسأل عليه في الداخلية ونتأكد انه ظابط. بصراحة يا بابا أنا مرتحتلوش أبدا، ده غتت قوي ودمه تقيل وما بيعرفش يتكلم ولا يتعامل، وأسلوبه منحط ونظراته مش مريحة خالص. أنا مش موافقة عليه يا بابا حتى لو كان ظابط. ومين سمعك يا بنتي؟ ده شكله استغفر الله خلقة ربنا بقى، ومبهدل كده في نفسه ودمه تقلة، ولا أمه ست بومة وما تتبلعش وشكلها عقربة. لا لا، الناس دول مش عاجبني أبدا. أنا معرفش انت ليه راجل انت متحمس لهم قوي كده. أنا مش موافقة عليهم ولا عاجبني ولا من مستوى بنتي أبدا. دي سلمى دي جوهرة، أدب وأخلاق وجمال وتعليم، تاخد الواد اللهبل ده في الآخر؟ أما تاني يوم نزلت ورحت شغلي الصبح بدري، ولما وصلت دعاء دخلت مكتبي وقالت: بسمع، ازيك؟ عاملة ايه النهاردة؟ طمنيني، عملتي ايه في موضوع الضابط المزيف ده؟ جالكم البيت فعلا ولا هرب وبان على أصله؟ تخيلي إنه جه البيت فعلا هو وأمه، وقعد ياكل الجاتوه ويهطل على نفسه. والله أمه ست غريبة جدا ونظراتها مريبة، وبرضه مصمم إنه هو ظابط. بس تخيلي إن كل ده مش فارق معايا خالص. أنا فارق معايا حاجة واحدة بس، موقف بابا غريب جدا من ناحيته. تخيلوا إنه مقتنع إنه فعلا ظابط وموافق عليه. بصراحة مش قادرة أفهم بابا نهائي. معقولة عمي الحاج مقتنع بيه بعد كل اللي قلتيه؟ بص يا سلمى، أنا عندي فكرة كويسة جدا هتخليكي تخلصي من كل الموضوع ده ومن الكائن الغريب ده. انتي طبعا عارفة إن أخويا محامي مشهور وعنده علاقات كتير في الداخلية. أنا ممكن أكلمه في خلال ساعة واحدة نعرف مين الشخص ده بالظبط وفعلا ظابط ولا لأ. وبعد حوالي 5 ساعات روحت البيت، لقيت ماما قاعدة مستنياني وقلقانة جدا وقالت: بقولك ايه يا سلمى، اقعدي، انا عاوزة اتكلم معاكي قبل ما ابوكي يجي. خير يا ماما، في ايه؟ انا قلبي مش مطمن يا بنتي. ابوكي اتصل بيا من شوية وقال لي كلام غريب قوي، وانا بصراحة مش مصدقة اي حاجة منه. قال لي انه سأل على العريس ده وانه كويس قوي وتأكد انه فعلا ظابط واخلاقه عالية جدا ومن عيلة كويسة. وانا يا بنتي مش مصدقة اي حاجة من الكلام ده. وايه اللي يخلي بابا يعمل كده بس يا ماما؟ انا بصراحة مش قادرة افهم هو ليه عايز الشخص ده. بصي يا بنتي، هو في الاول وفي الاخر مش ابوكي، ده جوز امك. هو بيحبك زي بنته وهو اللي رباكي، بس في الاخر مش هيخاف عليكي قدي. وانا لا يمكن اوافق على عريس العرة ده. هو صحيح مش ابويا زي ما انتي ما بتقولي، بس انا عمري ما حسيت بكده خالص. دايما بحس انه بيحبني جدا، ولو عنده عيال ما كانش هيحبهم قدي. وما يحبكيش ليه؟ ما انتي الفرخة اللي بتبيض له دهب. انتي اصلك ما تعرفيش ده كان شحات ما حلتهوش اللاضة، ودخل عليا بالحنجل والمنجل. وابوكي كان لسه متوفي وانتي عندك 5 شهور. وانا يا بنتي كنت منهارة ووحيدة، وابوكي كانت تجارته كبيرة قوي وعنده محلات ياما، وهو كان شغال عنده وعارف كل حاجة، ولف دماغي واتجوزني. ولولا انك كنت متعلقة بيه وبيعاملك احسن معاملة كنت اتطلقت منه. اوعي يا سلمى تتغري فيه. انا كاتبة كل حاجة باسمك، المحلات والفلوس والبيت، مش سايباله اي حاجة. وفجأة التليفون رن، وكانت دعاء على الخط وبتقول: الو، ايوه يا سلمى، انا عملت الاتصالات اللي قلتلك عليها، واخويا بيأكد انه الشخص ده مش ظابط، وكمان معاه دبلوم صنايع. خلي بالك من نفسك يا سلمى. شكرا جدا يا دعاء، مش عارفة اشكرك ازاي. وبعدين يا ماما هنعمل ايه؟ ده بابا طلع كل كلامه مش حقيقي. تفتكري ليه بابا بيعمل كده؟ سلمى، ادخلي اوضتك دلوقتي وانا هتصرف معاه لما يجي. وبعدها بساعة بابا دخل البيت وماما قالت له:
بقولك ايه، احنا سألنا على عريس اللي انت عاوز تلزقه لبنتي بالعافية، وعرفنا انه نصاب ومش ظابط ولا حاجة. لكن انا مش قادرة افهم انت ايه مصلحتك في الجوازة دي انها تتم؟ ولا ليا مصلحة ولا حاجة. انا جه عريس لبنتي ووافقت عليه بعد ما سألت واتأكدت انه كويس. معرفش بقى انت جبتي الكلام ده منين. لو ما قلتش الحقيقة دلوقتي يا عبد الحميد ومين الواد ده، هوديك في 60 داهية وارجعك شحات تاني. انت فاهم ولا لأ؟ كل اللي بنتي يا عبد الحميد. الواد ده يبقى ابني. ارتحتي؟ انا كنت متجوز ومخلف لما اتقدمتلك من 20 سنة، ولو كنت قلتلك اخدك على ضرة كنت هترفضي. قلت ياخد البت بدل ما حد غريب يتجوزها ويبهدلها. يا نصاب يا كداب، عاوز تنصب على بنتي وتاخد فلوسها انت وابنك؟ اطلع برا بيتي يا شحات يا جربوع. انا غلطانة من الاول اني دخلت الاشكال دي بيتي. بعد ما انصدمت في بابا اللي رباني واللي كنت بعتبره مثلي الأعلى وقدوتي في الحياة، قعدت شهور طويلة في البيت مش قادرة أعمل أي حاجة ولا أتعامل مع الناس من تاني. لكن أمي كانت دايما جنبي بتهون عليا كل شيء. التجربة دي علمتني إني أكون إنسانة قوية وما صدقش أي حاجة تتقلي، وأعرف أحط حدود شخصية بيني وبين الناس. وده خلاني أتقدم في شغلي أكتر وأطور من مهاراتي وأمسك تجارة أبويا وأكمل مسيرته.